طبعا يا جماعه عنب منذ 1990، عنب بيت الكباب اللي هو مقرهم الاساسي في المحله الكبرى، عندهم فرعين هناك وهم شغلانتهم من زمان، وقبل 1990 كانوا بيشتغلوا في الجزاره، العائله كلها بتشتغل في الجزاره ابا عن جد. ايه بقى العظمه دي بقى، حلوه الفرخه دي، تحس كده شكلها جميل. هي دي الفروجه، هي دي الفروج، ودي وجبه الميكس جريل، ودي الحمام وكباب وكفته. دي بقى الصينيه الكبيره اللي انت بتقول عليها، صينيه بوجي وطمطم. طبعا التوميه بقى هنا خطيره، انا بحبها. رحت عنده ما رحتش عندك. انا رحت عندك. انت عارف انا مش كيف فراخ، بس بحب الفراخ اللي هي الحجم الشمورد الصغير الصغنونه دي. طبعا فرخه حلوه جدا جدا جدا. لتاني مره على التوالي نوصل عند عنب بيت الكباب. طبعا عنب بيت الكباب للي ما يعرفش هو في اول جمال عبد الناصر، وده شارع جسر السويس تحت الكوبري. جمال عبد الناصر معروف، ولازم منطقه اسمها اول جمال. عنب بيت الكباب اللي واخد الناصيه الحلوه دي جنب سوبر ماركت الفرجاني. بسم الله ما شاء الله، في عجل اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. طبعا عنب ايه، الجزاره تحت زي ما احنا عارفين والمطعم فوق. يلا بينا بقى نطلع ونشوف ايه الدنيا فوق. جزاره عنب، تعالوا نخش الجزاره في السريع كده، نبص كده على الاشياء. السلام عليكم، ازيك يا نجم مصر. طبعا المصنعات، طبعا احنا صورنا قبل كده كل الكلام ده. يعني عندهم بقى سجق فراخ، جو بقى ممبار، سجق لحمه، شيش طاووق جاهز، بانيه جاهز، كل الحاجات دي، ورق عنب، سمبوسك. طبعا احنا جايين اخر الليل فالدنيا برضو ايه، الثلاجه مش مليانه، بس هي طول الوقت بسم الله ما شاء الله. وطبعا عندهم بقى تقطيعات اللحمه كلها، الضاني والكندوز بيبقوا على طول عندهم كل الحاجات دي في الجزاره. واللطيف بقى اللي في الموضوع ان انتوا تقدروا تقطعوا حته اللحمه اللي انتوا عايزينها وتخلوهم يسووها لكم جوه المطبخ بتاع عنب. العيش طبعا بقى وفرن العيش حبيب قلبي. طبعا يا جماعه عنب منذ 1990، عنب بيت الكباب اللي هو مقرهم الاساسي في المحله الكبرى، عندهم فرعين هناك وهم شغلانتهم من زمان، وقبل 1990 كانوا بيشتغلوا في الجزاره، العائله كلها بتشتغل في الجزاره ابا عن جد. ايه يا عم حسام يا جميل، حبيبي يا استاذ، ازيك يا باشا؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا ريس، عامل ايه يا عم حسام؟ ايام عليك كده. ايه اخبارك؟ منورنا كلها، منور عنب بيت الكباب. حبيبي يا باشا. حسام عنب يا جماعه، طبعا واخو المعلم محمد عنب اللي طلع معانا في الفيديو اللي فات، وهم شباب يعني من المحله، يعني احلى سفره للمحله في مصر والله العظيم. حبيبي يا ام حسام، ايه اخبارك يا شيخنا؟ كله تمام، ايه الدنيا بقى؟ احنا عاملين اجواء رمضان النهارده، ايه السنه دي هتعجبك جدا جدا جدا. حلو. الخيمه الرمضانيه بقى واجواء رمضان اللي الواحد يسقى سنبل. يعني انتوا عاملين خيمه رمضانيه في المكان هنا؟ اكيد طبعا، ان شاء الله. فطار وسحور؟ فطار وسحور. السحور فول بقى وبيض ومدحرج والحاجات دي. احنا عايزين نشوف الناس بقى هي اللي تقول لنا نعمل ده ولا عنب بيعمل السحور بتاعه العادي اللي هو الاكل العادي، الكباب والكفته والفراخ والكلام ده. في حد يتسحر كباب وكفته يا باشا؟ في ناس بتتسحر كباب وكفته. ده يبقى اسمه افترا يا استاذ حسام. ربنا يوسع عليك. عنب طبعا بيت الاكيله، فكل اللي بيجي عنب هنا بيبقى اكيل. اقول لكم انا بقى مفاجاه، انا لما يبقى معايا اي حد او انا عايز اتعشى عشوه رايقه، ما باجيش اتعشى غير عند الناس دي، عشان بجد بامانه الله اكل محترم جدا، قيمه مقابل سعر محترمه جدا جدا. يا رب تفضلوا دايما كده يعني من الناس الجامده. بنسعى عشان الجوده دايما والخدمه تكون على افضل حال. حبيبي يا حسن، حبيبي يا حسن، حبيبي. يلا بينا نتفضل. يلا بينا يلا بينا يا ريس. قول لي بقى يا عم حسام، عاملين ايه بقى رمضان كوجبات فطار؟ عاملين شويه وجبات كده هتعجبك باذن الله. وجبات بتبتدي من اول 145 جنيه لحد 390 جنيه. عدد وجبات من اول 145 لغايه 390 للفرد. يعني ام 145 دي فيها ايه مثلا؟ نص فراخ، رز بسمتي، بطاطس بوم فريت، والسلطات والعيش والطحاين معاها. وام 390 جنيه اللي هي على واحده، اللي هي على واحده. دي رقبه اوزي، قطعه من اللحم الاوزي كده مستوي على خشب البرتقال، ضاني وفرد حمام ورز وبطاطس بوم فريت برضو، والعيش والسلطات معاها. كويس. يعني الرقبه مع فرد الحمام مع الرز والبطاطس والحاجات اللي معاها ب 390. الاسعار دي شامله الضريبه؟ شامله الضريبه وشامله كل حاجه. ربنا يوسع عليك. طب والصواني بقى؟ لا الصواني بقى دي لعبتنا بقى. معانا من اول 1300 جنيه تكفي 5 افراد لحد 3000 جنيه تكفي 10 افراد و12 فرد. يعني تقصد ان لو انا دلوقتي جاي انا والمجموعه، كل واحد ممكن يدفع 300 جنيه ياكل وينبسط كل حاجه، ومشروب رمضاني كمان مع الموضوع ده. ربنا يوسع عليك ربنا يوسع عليك ويرزقكم الخير. طبعا بقى يا جماعه دلوقتي بنبص على المنيو بتاعه رمضان. فرع القاهره جسر السويس اول شارع جمال عبد الناصر، وفرع المحله الكبرى شارع البحر 6 اكتوبر امام ركن الفيشاوي. ركن الفيشاوي العباسي الجديد بجوار شارع 10. ده محل تاني ولا هو نفس المحل؟ محل تاني. العروض والاسعار دي موجوده في كل الفروع؟ موجوده في كل الفروع نفس الاسعار دي. توصيل الطلبات الارقام اهو، والحجز المسبق للصاله برضو دي الارقام بتاعته. تعالوا
بقى نبص على لا دي الاصناف الجانبيه، خلينا في الاساسي وبعد كده نشوف الجانبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجبات رمضان. وجبه بكار ربع فرخه مشويه وربع كفته ب 200. وجبه الاكيل فرد حمام محشي وربع مشكل كباب وكفته ب 285. وجبه الملك فاروق اوزي وفرد حمام محشي. لحم اوزي ده في الفرن روستو على خشب البرتقال. على خشب البرتقال. وجبه الميكس جريل ب 235. وجبه رشيده نص فراخ مشوي او مندي ب 145. هي دي الوجبه اللي انت قلت لي عليها. وجبه موزه مشويه ب 300. وجبه الحياتي تلت كفته لحمه ب 190. وجبه الفروج اللي هي ايه الفرخه الصغنونه، الفرخه الصغيره المحشيه ب 170 جنيه. نيجي بقى عندنا ايه صينيه عم شكشك ب 1350. دي تمن تيس وكيلو كفته وفرخه مشويه وممبار. دي تكفي كام فرد يا 5 افراد 6 افراد 5-6 افراد. صينيه شيخ العرب ربع تيس ونص نص كفته فراخ ونص طرب ونص كفته كندوز وفرخه شيش او مندي ب 2000 جنيه. صينيه عم عنب كيلو كفته وكيلو كباب ونص سجق واربع حمامات وفرختين ب 2300. وصينيه عائله فنانيس. انتوا ايه الاسماء الغريبه ده صح؟ اسماء رمضان بقى. ربع تيس وكيلو كفته واثنين فرخه شيش ونص كباب ونص سجق وممبار ب 2700. وصينيه فطوطه 2150. ده كربط وكيلو كفته وكيلو كباب وفرخه شيش وكيلو كفته فراخ. وفي صينيه بوجي وطمطم نص كباب وكيلو كفته وكيلو شيش طاووق ونص سجق واثنين فرخه مندي او مشوي اللي هي دي اللي معانا النهارده. بسم الله ما شاء الله. دي تكفي لها 6 افراد مرتاحه يعني صح؟ من 6 ل 8 افراد. من 6 ل 8 افراد. يعني احنا لو قلنا 1850 يعني تتقسم هتلاقي كل فرد واقف عليه المبلغ حوالي 250 جنيه مثلا في كده في الرينج ده. يقدم جميع الصواني مع رز وعيش وسلطه خضراء وطحينه وصوص مندي. وفي بقى وجبات افطار صايم دي انتوا عاملينها وجبات الخير اقل عدد 10. وجبه فراخ اللي هي فيها ربع فراخ ورز بسمتي وعيش وسلطه ب 65. وجبه كفته تمن كفته ورز بسمتي وعيش وسلطه ب 75. وجبه كفته فراخ ربع كفته فراخ زائد رز بسمتي زائد عيش زائد سلطه ب 90. وجبه فراخ وكفته تمن كفته وربع فراخ ورز بسمتي وعيش وسلطه ب 125. دي المنيو الوحيده اللي هتكون شغاله في رمضان. يعني المنيو الاساسي بتاعتكم مش تبقى موجود. لا مش موجوده. بس في عندنا بقى الحاجات الجانبيه بقى. محشي ورق عنب وكرومب ومحشي مسكل ممبار رز معمر طواجن مكرونات. يعني هيبقى كل الحاجات موجوده. والشرب كلها موجوده وكله تمام. ومشروبات طبعا رمضان اللي عاملينها جديده بقى صوبيا وعرقسوس وتمر هندي وعناب. يعني يستحسن يا جماعه اللي ان شاء الله ناوي يجي يفطر او يتسحر هنا يتصل يحجز، لان ساعه الفطار الدنيا بتكون زحمه. ربنا يوسع الجميع. حجز المسبق هو الرقم اللي طاير ده ايه 010 560. ايوه تمام. يلا بينا بقى نشوف العظمه. ايه بقى العظمه دي بقى حلوه. الفرخه دي تحس كده شكلها جميل. هي دي الفروجه. هي دي الفروجه. دي محشيه ايه بقى؟ دي محشيه رز بالخلطه بس هيعجبك جدا جدا. بتطلع الوجبه كده. بتطلع الوجبه مع ورق العنب ده. ورق عنب وبطاطس. ودي الوجبه اللي احنا قلنا عليها فراخ ربع فراخ وتمن كفته مع رز والبطاطس. ودي وجبه الميكس جريل كباب وكفته وشيش طاووق ورز وبطاطس. ودي الحمام وكباب وكفته. دي بقى بكام سعرها؟ دي سعرها 285. يلا بينا يا جماعه. طبعا انا جيت عنب قبل كده وكلت وانبسطت، ويعني من احلى الاماكن المحببه الى قلبي عنب بيت الكباب في اول جمال. وطبعا المحل الرئيسي والمقر الرئيسي المحله الكبرى. يا عم حسين نور الدنيا كلها والله. حبيب قلبي يا غالي. دي بقى الصينيه الكبيره اللي انت بتقول عليها. صينيه بوجي وطمطم. دي فيها كفته وسجق. كيلو كفته فيها نص كباب فيها نص سجق فيها فرختين مشوي او مندي زي ما انت عايز. زي ما انا بس دي مشويه. دي فراخ شيش. حلو. فراخ شيش حلو. حضرتك طالبها تكه تمام، طالبها مندي برضو تمام. متوفر كل الاصناف. كل الصواني بيطلع معاها رز بسمتي اللي بالمنظر ده. طبعا يعني ايه انا عارف ان انا ايه الاكل هنا يعني مهما دقت وقلت ما يعني خلاص ما دقنا قبل كده وعارفين الوضع، وانا باجي اكل هنا على طول. بس احنا هنتعشى بقى انا ومعانا موسى. يلا انت سمي الله. سمي الله. الكفته بتاعت عنب عمرها ما فشلت ان هي تبسطني. طب دوس سجق كده وقول لي ايه رايك. حبيب قلبي يا عمنا. بسم الله. يا باشا ما الكل ده متضايق بقى ومتداس فاهم. اكل عندهم حلو قوي. بس اهم حاجه الثبات على الجوده. بالظبط. انتوا بس مش هتعملوا بقى في رمضان الصاروخ بقى الحمامه اللي عليها طرب والحاجات دي موقفينها في رمضان. موجوده بالحجز. اطلب قبليها. تطلب قبليها موجوده بالحجز. طبعا يا جماعه هم عندهم هنا اصناف مريبه. حمامايه ملفوفه في طرب مشويه على الفحم. دي خطيره 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 بس عايزه اللي يستحملها. بس اطلبوها بقى قبليها بالحجز. يعني الجزاره شغاله في رمضان عادي. طبعا لحوم فريش كل يوم اول باول في لحمه فريش من مزارعنا برضه. ما شاء الله. طب بص بقى انا عايز الفرخه دي. هي بص بتنده لي والله من بدري من واحنا واقفين تحت في المطبخ وانا شكلها يعني خطفت قلبي. دي الفرخه دي بيبقى وزنها قد ايه بقى كده يعني؟ بيبقى 750 جرام ل 800 جرام. الله. طب انت ما فكرتش تعمل بقى الفرخه دي ملفوفه طرب؟ ما انت عارف انت هتحب اي حاجه تلفها. لو طولت تلف البني ادمين طرب هتلفوه. هنحشيها الايام الجايه دي هنحشيها سجق.
سجق ده الجديد. ده الجديد. طبعا التوميه بقى هنا خطيره، انا بحبها. رحت عنده ما رحتش عندك. انا رحت عندك. انت عارف انا مش كيف فراخ، بحب الفراخ اللي هي الحجم الشمورد الصغير الصغنونه دي بصراحه، بتبقى طعمها حلو جدا. مسكره. طبعا فرخه حلوه جدا جدا جدا، التتبيل محترم، السوا حلو قوي. انا حاسس ان انا باكلها في البيت. بص محشيه رز بسمتي طبعا. حلو قوي. محتاجين نزود بقى شويه رز جنب الحلال عشان خاطر يعني بزودوا معلقتين رز كده. الرز اللي جوه الفرخه مش كتير يعني. رز الخلطه عجبك؟ حلو قوي، حلو بجد يعني. اصلا شكله حلو طبعا يعني، معروف بقى عشان ايه هنا الخرفان البرقي الجميله بتاعت الناس اللي حلوه دي. وده بقى حته الكباب بتاعتهم المحترمه اللي فيها الخبره. ولا كلمه ولا كلمه. المره اللي فاتت انا كنت هنا بتعشى بالليل وطلبت من الراجل ده، قلت له عشيه على مزاجك، يا ريتني ما قلت له. وما عرفتش انام يومين. عمل لي بقى كتف محشي ورق عنب وملفوف بمنديل طرب بس كان عالمي. هو كان عالمي. بس انت يعني كل حاجه تقيله حطها في قلب مع بعض. احنا قعدنا ساعه عشان نتحرك من على الترابيزه. ربنا يوفقكم يا عم حسام، ان شاء الله يبقى رمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. علينا وعليك يا ريس. ان شاء الله تكسروا الدنيا في السحور باذن الله وفي الفطار. ودايما مشرفيني، لان اي حد بيكلمني يقول لي شوف لي مكان حلو اتعشى فيه او اتغدى فيه، فعلى طول ببعته على هنا. وعمرهم بصراحه ما فشلوا ان هم يرفعوا راسي قدام اي حد. ربنا يوفقكم يا رب. رجاله المحله كده كده جامدين. ربنا معاك حبيبي يا حسن. العصير بقى الرمضاني مش هنجربه؟ انتوا اللي بتصنعوا العصير ده برضه عندكم؟ ده ايه ده؟ صوبيا وده ايه؟ صوبيا وتمر هندي. اوعى تجيب عرق سوس بس الله لا يكرمك. وعناب وفي عرق سوس كمان. لا انا مش عايز عرق سوس. ده ده ايه؟ تمر هندي. ده ايوه تمر هندي ده كويس صوبيا. مع الاكل ده. بلاش الصوبيا دلوقتي. الصوبيا ده عايز بالنهار كده فاهم، رايق. بسم الله الرحمن الرحيم. تمر هندي بجد ده مش البودر يعني، ايه الحاجات اللي هي بتاعت البيت. وصون طيبين. وانت منورنا والله العظيم. حبيبي يا حسن. حبيبي يا حسن. انا معاكم بقى هنا طول رمضان. طول رمضان انا قاعد معاكم في الفطار. اذا كان كده ماشي. لما تيجوا هنا ابقوا تصوروا مع حسام لو سمحتوا يا جماعه، عشان الراجل ده هيتشهر جدا الفتره الجايه وما حدش يعرف يكلمه. انا بقول لكم بس. حبيبي يا حسن. صباح على خير. السلام عليكم.